بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي الكريمات. اليوم إن شاء الله راح نحضر وصفة قاطو الحلزون، وصفة بنينة بزاف وهشيشة وسهلة التحضير. قبل ما نبدأ، إذا عجبتكم الفيديو ما تنسوش الجيم، ولو كنت جديدة اشتركي في القناة والضغط على الجرس ليصلك كل ما هو جديد. نحتاج في المقادير كاس إلا ربع سكر جلاس، كاس مارغرين، كاس زيت، كاس مايزينا، زوج مغارف عسيلة، زوج حبات بيض، راس مغرفة تاع خميرة كيميائية، زوج مغارف كاكاو، ومغرفة فانيليا. نبداو على بركة الله. نحط كامل المكونات على خطرة. نحط الزبدة لازم تكون طرية. نزيد رشة ملح ونخلط الخليط بالباتور، الخلاط الكهربائي، حتى يولي القوام كي الكريمة. بعد نقسم الخليط على زوج، نص نديرلو الكاكاو ونص نخليه. ندير الفرينة حتى تلم العجينة. العجينة ما تكون طرية وما تكون يابسة. شوفوا القوام يكون على هذا الشكل. ونفس الشيء مع النص الثاني، ندير له كاكاو. انا درت له 3 مغارف تاع الكاكاو معه، من الاحسن عنده بنة تاع شوكولا. بعد نحل العجينة على ورق الطهي على سمك 1 مليمتر أو 2. نفس الشيء مع العجينة البنية. نخلي أطراف هذه العجينة البنية نقطع منها حوالي 1 سنتيمتر باش يجي شكل يشبه الحلزون. بعد نلصق العجينة الأولى على الثانية. من الأحسن ندهنوها ببياض البيض، أنا هنا نسيت.
بعد نروليوها نتحصل على حربوش ونحطها في الكونجيلاتور نص ساعة تشد روحها باش تسهل التقطيع. بعد ما خليتها نص ساعة شدت روحها راح نقطعها الى دوائر رقيقة. نسقمها قليلا باليد ونحطها تطيب على درجة 180 لمدة 15 دقيقة. هاي لك القطو بعد ما طابت راح نزينها بالكونفيتور مع قليل من العسيلة باش تجي تعطيلها البنة. وايضا ولا متوفر عندك حلوة الترك ديري داخل العجينة تجي ايضا بنينة بزاف. وراح نديرو لها نواه كوكو ونشوفوها في طبق التقديم. نتمنى وصفة تاع اليوم عجبتكم. نعاود نفكركم ما تنسوش الجيم باش تشجعوني. وأيضا يهمنا رأيكم في التعاليق. ودمتم في رعاية الله وحفظه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله. سلام.